بابا هنا. ازيكم في فلوج جديد. النهاردة اليوم التاني في المصيف، اخدتكم في البلكونة، شربنا القهوة ونزلنا للفطار. الفطار كان متنوع ولذيذ، وبيبقى فيه حلويات للأطفال وعصاير وطبعا بيض اومليت. كل واحد بيجيب الحاجة اللي هو عايز ياكلها. بعد ما فطرنا اخدنا الباص ورحنا على البحر، لان زي ما قلتلكوا الفندق كان صف تاني، ما كانش ليه شط قريب منه، كان ليه شط خاص بيه بس بينه وبين الفندق 5 دقايق. كان في كل نص ساعة باص بيطلع بيتحرك بيودي الناس بيجيب الناس، يعني الموضوع سهل خالص. هنا كان في مد وجزر على الشط، البحر كان راجع لورا شوية بس الموضوع كان تمام. ما عملناش اي ازعاج خالص. انا من الناس اللي بتخاف اصلا من البحر، فانا بروح كده اللي هو ايه بحلل الفلوس، بس ممكن انزل لحد ركبتي واطلع تاني. انا احلى حاجة عندي ان انا اتفرج على الكائنات البحرية اللي هي بتبقى قريبة من الشط وخلاص كده وشكرا. البحر كان كله اسماك زينة ونجمة البحر وسلطعون، وكله كان طالع برا، والمنظر كان تحفة جدا. اهم حاجة ان احنا لما بنروح بنشيل من علينا الطاقة السلبية، ومية البحر بيقولوا ان هي بتشيل الطاقة السلبية من الواحد. بصراحة الواحد بيروح البحر بينسى كل حاجة وحشة حصلت له في حياته. الرحلة كانت لذيذة. ربنا يا رب يرزقكم كلكم من حيث لا تحتسبوا، واللي نفسه في حاجة يعملها، واللي نفسه في مصيف يروح، واللي نفسه في سفرية، واللي نفسه في عمرة، واللي نفسه في شغل جديد. ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا بإذن الله. اهم حاجة ان احنا نحب الخير لبعض، وطول ما احنا بنحب الخير لبعض ربنا هيدينا من الخير، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هنا الاولاد كانوا مبسوطين قوي بالبحر. لوزي كانت متحمسة، هي بتحب اصلا المية جدا، والحمد لله انا معلماهم سباحة، فالموضوع كان بالنسبة لنا سهل وكنت مطمنة عليهم نوعا ما يعني. هنا كان في سفينة بضائع كانت معدية، المنظر كان تحفة، وجبال البحر الأحمر المنظر كان جميل قوي قوي قوي. الشمس كانت حامية شوية مع اننا رحنا في شهر 9، فالموضوع كان الشمس حامية واخدة كل الاحتياطات، بس برضو الشمس كانت فظيعة. احنا بقى اخدنا وقتنا في البحر، واليوم ده اليوم التاني اللي هو رحنا فيه الشط. بعد كده ما رحناش. عندي احمد نوعا ما خاف من الاسماك اللي في البحر فما استمتعش قوي، فقلنا خلاص علشان الشمس حامية عليهم خلينا في الفندق وكفاية الوقت اللي احنا بنقضيه في الفندق والاكوا بارك، ونخرج نتمشى بالليل، والموضوع كان لذيذ. فده تاني يوم بس اللي رحنا الشط. الاولاد نزلوا المية ولعبوا على الشط بالالعاب بتاعة الرملة واستمتعنا، والموضوع كان لذيذ خالص. لو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة ومشاركة للفيديو. عايزة اكلمكم بقى عن عوض ربنا للواحد، يعني وحياة ربنا السفرية دي جت صدفة بحتة، مفاجأة. انا كنت خلاص فقدت الامل ان في سفر اصلا، بقالنا 3 4 سنين ما سافرناش لظروف بقى. الحمد لله ان هي بتعدي يعني. فحقيقي حقيقي عوض ربنا غريب يا جماعة، غريب. الواحد لما بيرضى وبيقول الحمد لله وبيسلم امره لله بيجي العوض من ربنا، حاجة كده ما تكونش على البال ولا على الخاطر. هتقولي يعني هي سفرية مش واو قوي، هقولكوا كفاية ان هي غسلتني من جوه، كفاية ان هي غيرت الطاقة السلبية اللي انا كنت عايشة فيها الفترة اللي فاتت. كان في شوية اكتئاب، الحمد لله كل ده عدى. الحمد لله الحمد لله. السفرية نوعا ما أثرت فيا بالأحسن. بعد بقى ما رجعنا على الفندق كان وقت الغدا، دخلنا اتغدينا وحلينا واخدنا الكوفي بتاعنا في الريسبشن تحت في الفندق. وبعد كده بقى رحنا الكيدز اريا شوية، واحلى حاجة في الكيدز اريا كانت مطمناني على الاولاد ان هي جنب الغرفة بتاعتنا على طول.
بعد الكيدز اريا الأولاد قالوا عايزين نجرب البول الخلفي للفندق، فروحنا لعبوا واستمتعنا ولعبوا مع أصحابهم، كانوا مكونين صداقات حلوة قوي. السنة دي أول سنة ان احس ان اولادي تفاعلوا مع الناس التانية في الفندق وتصاحبوا على اولادهم ولعبوا واتبسطوا معاهم. احمد كان جايب بقى كورة صغيرة كده وقعدوا لعبوا بيها في المية، وانا بصراحة نزلت معاهم برضو. بعد كده طلعنا على الغرفة غيرنا ونزلنا بقى علشان العشاء والانيميشن. ده شكل البول الخلفي للفندق، هو مش مهتمين بيه قوي بس الموضوع اتس اوكي جميل. الاولاد بقى لعبوا البول الخلفي للفندق فيه كله شاليهات، بس هنا كانت لوجي لبستها واحمد بعد ما اخد دش بقى وحطت لهم الكريمات المطلوبة ونزلنا صورتهم في الفندق تحت، بيبقى فيه شوية ديكوريشن كده بالليل خطيرة بالانوار. وبعد كده روحنا اتعشينا. العشاء بيبقى مفيش اختلاف عن الغدا، بيبقى برضو خضار ورز او مكرونة وفراخ او لحمة او كفتة او برجر وبطاطس، والحلويات طبعا بتبقى متنوعة. واحلى حاجة في الفندق بصراحة كانت الحلويات خطيرة. حفلة الانيميشن هنا البنوتة بتلعب الاطفال وبيغنوا وبيرقصوا، وقلتلكوا ان الفندق الاشغال 70% اجانب. دي كانت احلى حاجة بصراحة في الفندق. لعبوا بقى واتبسطوا وكان في عرض ساحر بعد الرقص ده بتاع الاطفال والانيميشن، برضو استمتعنا بيه قوي وكان بصراحة متمكن، كان تحفة جدا. هتشوفوا معايا الفقرة الجاية. هنا لوجي واحمد كانوا بيلعبوا معاهم وكانوا مبسوطين قوي. قولولي بقى الفيديوهات الجاية بعد ما نخلص فيديوهات المصيف، عايزين فيديوهات روتين عادي ولا فيديوهات دخول المدارس ولا تنظيم الوقت ولا اكل؟ اختاروا واكتبولي في الكومنت وانا ان شاء الله هظبط لكم الفيديوهات وهنزلها لكم بانتظام. هنا بقى كانت فقرة الساحر، كان بيلعب بالنار، بصراحة كان بيعمل بقى اشكال حلوة جدا وخطيرة. Come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe place within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. It's been too long now. I think that I'll want to second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. So come a little closer. بعد بقى ما خلصنا الحفلة الاولاد كانوا واخدين سكيت معاهم وكانوا بيلعبوا في الريسبشن بتاع الفندق واتعرفوا على ناس وتصوروا معاهم. وبعدين خرجنا رحنا الكافيه اللي قدام الفندق، قعدنا وشربنا حاجة والاولاد لعبوا وتصوروا. ويومنا النهاردة خلص، واستنوني في فلوج جديد، ومش شرط يكون فلوج للمصيف، استنوا.